السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال كده يا رب. النهاردة فيديو مختلف طبعا. انا هعمل معاكم كده كذا حاجة كده في السريع، متاخدش معاكم وقت وكمان سهلة. طبعا انا عندي كيلو من الليمون، كنت هعمله مخلل فقلت اعمله معاكم كده. طبعا الليمون ده انا بعمله لرمضان يعني، فانا مش هسلقه او احطه في ميه مغليه او حاجه، انا هعمله كده ني كده زي يعني اخضر زي ما انتوا شايفين كده. ف انا كده كنت بشرحه كده، بتقطعي كده شرايح زي ما انتوا شايفين كده، بتقطعوه 4 أجزاء. تمام. انا هنا كان عندي هريسة من هريسة الشطة، فحشيت بيها زي ما انتوا شايفين كده الليمون، واحشيه واقفله على بعضه كده، وبعد كده ارصه في الجردل الصغير اللي عندي ده. الجردل ده كان بتاع جبنة وصغير كده، فانا بحب اعمل فيه كل حاجة طبعا. فانا كنت هنا بعمل الليمون وارصه فيه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انتي لو مستعجلة وعايزة مثلا تعملي مخلل ومستعجلة عليه، ممكن تسلقيه كده او تحطيه في مية سخنة، واسبوع بالظبط هتاكلي منه. اما ده انا كنت عاملاه عشان رمضان وكده، فمش مستعجلة عليه اصلا، يعني لسه شهر وحاجة على رمضان. فقلت اعمله زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى طعمه احسن بكتير خالص من المسلوق في مية. تمام. طبعا انا الجردل عندي مكفاش، فكان لسه فيه ليمون كده، فاخدته وحطيته في ميه سخنه، وخدت الميه السخنه اللي هي بتاعه الليمون دي وحطيته على المخلل زي ما انتوا شايفين كده، بيخلي طعمه حلو. طبعا قلت عايزه اعمل حاجه حلوه لساندي، فقلت ايه بقى اعمل لها كده سلطه فواكه كده يعني. طبعا الفواكه اللي عندي عملت بيها يعني، اي فواكه عندك اعملي بيها. ممكن طبعا تعملي بأي فواكه تانية وكده، بس طبعا أنا اللي كان عندي عملت بيه يعني. كان عندي كده فراولة، وكمان كام واحدة كده من الموز قشرتها، وكام تفاحة كده وعملت بيهم، قلت حاجة حلوة عشان خاطرها يعني. تمام. طبعا لو انت عندك حتى عصير برتقان وكده، ممكن انك تعملي عصير البرتقان، تحطي العصير بتاعه وتحطيه على سلطة الفواكه، بتخلي طعمها حلو يعني. اي فواكه عندك حطيها، هتلاقيها عملت ميكس كده طعمه حلو خالص. طبعا بتقطعي كده قطعت الموز وتقطعي كل الفواكه زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا كنت جبت كده طبق زي ما انتوا شايفين، الطبق ده كبير كده وحلو، بحبه خالص يعني. وهنا كنت قطعت الموز وحطيته كده، قلت بقى اقطع كام واحدة من الفراولة كده. طبعا زي ما انتوا عارفين الفراولة لسه مش حمرا قوي، عشان هي لسه طالعة وكده، طبعا يعني ايه، قلت بقى ايه اعمل كام واحدة كده. وكمان قطعت من التفاح. التقطيعة طبعا حسب ما انتي يعني بتحبي، في ناس بتحب تنعمها خالص، وفي ناس بتحب يعني تخليها مش ناعمة، وفي ناس بتعملها زي كده يعني، لا هو ناعمة قوي ولا هي خشنة قوي. تمام، حلوة كده. انا بصراحة بحبها كده. طبعا انا قطعت الموز وبعد كده قطعت الفراولة، وقلت بقى اقطع كام واحدة من التفاح كمان. بس كده وتحطيهم كده بقى خلاص. كان فضل عندي عصير من الفراولة، سوري، كان فضل عندي فراولة، فقلت اعملها كده عصير واحطها عليها، بتخلي طعمها في حتة تانية بصراحة. طبعا لو عندك كريمة او اي حاجات من دي بتحطي عليها، بس انا ما كانش عندي كريمة او نوتيلا او كده، فاستكفيت بالعصير يعني. كان طعمها حلو خالص بصراحة، عجبت ساندي قوي. وبس كده، يا رب تكون عجبتكم. زي ما انتوا شايفين هي كده كانت تحفة اصلا، كان طعمها حلو خالص وتغيير يعني. هنا كنت اعمل معاكم المربى بتاعت الفراولة. قلت بقى ايه اعمل معاكم كده مربى فراولة. كان عندي كيلو من الفراولة، قطعته كده زي ما انتوا شايفين، بتقطعوا اجزاء كده.
أجزاء صغيرة عشان متاخدش وقت وكده. تمام. أنا كنت قطعتها أجزاء زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بنزل بيهم كده في الحلة على طول. طبعا انا كنت مولعة الحلة، كنت حاطاها على النار وكده وموطية عليها، وكوباية من السكر. يعني كيلو الفراولة ليه كوباية من السكر وكوبايتين من المية. تمام، مش كتير اوي يعني. وهي بقى بتفضل تغلي كده مع بعضها وبتتقل يعني. طبعا ياريت اللي يعمل في حلة يعني يستكبر الحلة شوية، لأن أنا لما كنت حطاهم في الحلة بس كانت مظبوطة عليهم، مش كانت كبيرة ف فتعبتني وبهدلت عندي الدنيا خالص. كنت كل شوية بشيلها وامسح تحتها وارجع احطها تاني على النار. فياريت يعني بنصحكوا بحاجة زي كده. طبعا انا هنا الجزر اللي كنت عملته على المبشرة بحط رق منه في الحلة، وبعد كده بحط سكر على طول. افضل كده على طول يعني، احط رق مربى جزر وبعد كده الرق سكر. تمام. طبعا لو انتي عندك قرنفل ممكن تحطيه واحدة او اتنين، بتخلي طعمه في حتة تانية. هو او ورق اللورة بتاع اللحم بتاع البهارات دي، بتخلي طعمه تحفة وبتحافظ عليه حتى لو قعد عندك فترة او حاجة، وبتخلي طعمه حلو وريحته حلوة جدا. وممكن تعمليها كده يعني، اللي مش حابب يحط فيها قرنفل او حاجات من دي عادي ممكن تعمليها كده وخلاص. طبعا انا بتكلم على مربى الجزر مش مربى الفراولة. تمام. بتفضلي بقى تعملي كده لعند ما تخلصي، وبعد كده بقى بتفضلي كده تكبسي فيها قوي كده وتنزليها لتحت وتسويها كده بالمعلقة او بطبق او اي حاجة عندك. فانا كنت زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده برش اخر رشة سكر كده، وكان فاضل عندي شوية من الجزر المبشور زي ما انا قلتلكوا. فكنت حطيتهم، كان شوية صغيرين يعني مش كان كتير. وبس كده كنت خلصتها برضو بسويها كده وبظبطها كده. وبعد كده بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا مربة الجزر مش ما بتاخدش مية كتير يعني زي مربة الفراولة. تمام. عشان اصلا الجزر ما بياخدش سوا، ده غير كمان انه يعني هو بيعمل مية لوحده. طبعا انا كنت حطيت كوباية مية واحدة على كيلو الجزر. تمام. ودي كان كده شكل المربى بعد ما كانت بتغلي. كل شوية بتفتحي عليها بتلمي الرغاوي والحاجات اللي على وشها دي، وبعد كده بتغطي عليها تاني. دي كده كان شكل المربى بتاعة الجزر بعد ما خلاص خلصت. كانت فظيعة، كان روحها تحفة زي ما انتوا شايفين كده. الحلة زي ما انا كنت بقولكوا كان بتبهدل الدنيا بصراحة. فكنت كل شوية افتح والم الحاجات اللي عليها وارجع اغطي عليها تاني. طبعا هي بتاخد وقت منك شوية بس ما بتاخدش مقادير او حاجة زي كده، وبيبقى طعمها خطير قوي. بس كده. استنوا بقى ايه. اصلا هي كل ما بتغلي كل ما بتخس المية اللي عليها وبتتقل معاكي كده. ودي كان شكلها كده كان تقيل خالص، كان طعمها تحفة، كان زي اللي انتي بتشتريها من بره بالظبط. طبعا اللون هو الفراولة زي ما قلتلكوا لسه طالعة كده فمش حمرا قوي يعني. حتى في ناس قالولي جيبولها لون وكده بيبقى فيه الوان صناعية، انا ما بحبهاش بصراحة. وما بحبش انا الحاجات دي خالص يعني، بحبها تكون طبيعية كده زي ما انتوا شايفين. بس طعمها كان تحفة. وانا كان عندي كده برطمان صغير كان بتاع مربى، وبرطمان تاني كده كبير ده كان بتاع كاستر، كان مطرح كاستر عندي فحطيت فيه مربى الجزر، والبرطمان الصغير حطيت فيه مربى الفراولة زي ما انتوا شايفين كده. ويا رب تكون الفيديو عجبكم واعملوا لايك.